بناتي اللي ما وجدتش النقاب تجي عندي نخيطوا ليها، اللي ما بغاش شربت الحجاب تجي عندي انا نخيطوا ليها المساني. تخيط تجي عندي انا نخيط النقاب ونخيط الخمار ونخيط السد ونخيط اي حاجه نخيطها مجانيا ان شاء الله. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. قرار الأخلاق فيه استخفاف بمشاعر المغاربة، فيه انتهاك لحرية المرأة المغربية، فيه انتهاك لحقها في اختيار لباسها وفق معتقداتها الدينية. كيف أيها الحضور الكريم، كيف أيها المسؤولون، والإسلام دين العفة، دين الكرامة، دين الطهر، هو دين الدولة الرسمي. قرار يتضح من خلاله وبشكل جلي الازدواجية في المعيار والكيل بالمكاييل بتشجيع. كيف يتم تشجيع وغض الطرف عن ألبسة لا نعرف لها أصل، ألبسة فاضحة، ألبسة عارية، ألبسة مخلة بالحياء الخاص والحياء العام. أيها الحضور الكريم، لا علاقة لهذه الألبسة الفاضحة لا بهوية ولا بتاريخ ولا بمرجعية المغاربة. كيف يسمح لهذه الألبسة ويغض الطرف عنها ويتم تشجيعها ويعتبر النقاب وما شابه لباسا دخيلا ومستوردا؟ لكن إذا ظهر السبب بطل العجب. لا نتعجب عندما يطبل لهذا القرار أصحاب الأجندات الأجنبية، أصحاب الأجندات الغربية الغريبة عن مجتمعنا. لا نتعجب من هذا القرار عندما يطبل له من لا خلق لهم، ولا نتعجب له عندما يطبل له من يرضى الفاحشة ويرضى الزنا لأمه وأخته وزوجته. لا نتعجب من هذا القرار عندما يطبل له الداعون لحقوق المثليين والداعون للقبل بالشارع والداعون للإفطار برمضان. لا نتعجب من هذا القرار عندما يطبل له من يتعرض لعرض نبينا. ثم قولوا لي بربكم، لماذا إذا كان شيء من الفضيلة وشيء من الأخلاق سميناه تغييرا للهوية المغربية، وإذا كان شيئا من التفسخ الأخلاقي ونشر الرذيلة سميناه انفتاحا؟ مني كنتحدثوا على موازين وداك الشيء اللي كيوقع في الموازين، ومني كنتكلموا على الأغاني والأنواع ديال الأغاني الراب سناب طن كنسميوه انفتاح، وملي كنجيو الاخلاق واتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث وبالايات وكذا اش كيسموه؟ تغيير الهويه. نجيو مع مساله تغيير الشيخ العلماني واش ديالكم؟ انتوما اللي كتقولوا كذا وكذا. الفكر العلماني منين جا؟ راه جا من تركيا ديال اتاتورك. وشكون اللي عيد اتاتورك؟ قراو التاريخ ديالكم باش تعرفوا. هاد الخطوات هذه هي نفسها التي قامت بها روسيا وقامت بها بريطانيا وقامت بها فرنسا لتفكيك الامبراطوريه الاسلاميه. نفس الخطوات حتى تمكنوا من اسقاط الخلافه الاسلاميه التي كانت في تركيا انذاك. نفس الخطوات هي اللي داروا معنا دابا. احنا من سب ملي كيوصل سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحدث العلماء وعدو الله ما زال ما عرفت شنو كيدير. علاش بحال هاد الناس هما اللي خصهم يكونوا في السجون، ماشي الافاضل، ماشي الاطهار، ماشي السجاد الركع الذين لم يقترفوا جرفا وصنعوا لهم واحد القانون وسموه قانون الارهاب. ما هذا قانون الارهاب ما هو الا واحد الوسيله لتكتيم الافواه باش يسدوا لنا الافواه ديالنا. ونقسم برب العزه ولو قطعتم اعناقنا فهاد الدين هذا الله سبحانه وتعالى من انزل الكتاب ديالو من اول المسائل اللي من اساسيات الاسلام شنو هو؟ كيسموه
الضروريات الخمسة. سولوا الأصوليين، الشيخ ديالنا أصولي، قول لي الإسلام كامل جاء لحفظ الضروريات الخمسة. أول شيء هو الدين، ثاني شيء هو النفس، ثالث شيء هو العرض، الرابع شيء هو المال، خامس شيء هو العقل. فأول حاجة هو الدين، وإحنا إن شاء الله هذا الدين هذا اللي حاولتونا عليه وما عرفتش قلتونا عليه غنموتوا إن شاء الله ونحن عاضين عليه بالنواجذ، عاضين عليه.